المشاهد اللي انت شايفها ديت مش من وحي الخيال ولا من المستقبل، لكنها مشاهد واقعية في عام 2024 بعد ما اعلنت شركة ابل عن اصدار نظارتها الجديدة ابل فيجن برو. مش عارف هي بتحول الواقع لخيال ولا الخيال اتحول لواقع. فهل الانسان بدأ انه يتم التحكم فيه وكمان يكون مجرد زومبي ماشي من غير ارادته؟ وهل الكرتون الامريكي الشهير المعروف باسم عائلة سيمبسون اتنبأ بظهور نظارات ابل الذكية قبل 8 سنين من اصدارها رسميا؟ وايه حكم اصلا الواقع الافتراضي في الاسلام؟ هل هو حلال ولا حرام؟ وايه هي اضرار الواقع الافتراضي وبالذات النظارة الجديدة دي؟ اسئلة كتيرة حواليها اجواء من الغموض واللي نناقشها خلال الفيديو ده. ويلا بينا نبدأ الحلقة. عزيزي المشاهد، اهلا بيك مرة تانية. في البداية عشان نفهم الموضوع بالظبط لازم نعرف يعني ايه اصلا واقع افتراضي. يعني ايه مثلا لو قلتلك انك تقدر تغير الواقع والبيئة اللي انت عايش فيها بأي بيئة وواقع تاني انت عايزه، وده بالظبط اللي بتعنيه تقنية الواقع الافتراضي، وهي انك تهرب من البيئة اللي انت عايش فيها بأي بيئة تانية تتمناها او تحتاجها، وانك تهرب من الواقع بكل ما بتعنيه الكلمة. وهتسألني هل تقنية الواقع الافتراضي لها فوائد؟ هقولك ايوه. مثلا في المجال العسكري بيستخدموا بعض تقنيات الواقع الافتراضي عشان يخلوا الجنود يعيشوا التجربة اكنها معركة حقيقية مثلا، ويشوفوا ردة فعل الجنود دي ايه. وكمان في المجال الطبي بيساعد الطلبة انهم يدرسوا علوم التشريح البشرية، وكمان بيشوفوا الامور ديت بجودة اكبر. وحتى في مجال الرياضة في بعض المشجعين بيحبوا انهم يحضروا المباريات بشكل مباشر، لكن الموضوع ده بيبقى صعب بسبب ان عدد المقاعد بيكون في الاستاد محدود. طب هتسألني دلوقتي هل الموضوع ده ليه مخاطر؟ هقولك ايوه طبعا. ايه رأيك مثلا لو المستخدم كان بيشوف اعمال اجرامية واعمال دموية واعمال عنف كمان؟ مش بعيد ان المشاهد ديت ممكن تأثر عليه في الواقع اللي هو فيه، وكمان ينفذ الحاجات ديت اللي بيشوفها في الواقع ويتسبب في حدوث كوارث كبيرة. وكمان اجهاد العين، وهو الخطر الاكثر حدوثا لمستخدمين تقنيات الواقع الافتراضي، والتعرض كمان للاشعاعات وغيرها من الاضرار. وفي رأيي انا الشخصي ان ربنا خلق كل واحد فينا وكتب نصيبه وعارف هو هيعيش فين وازاي، فمهما كان الواقع بتاعك وظروفك لازم انك تتأقلم معاها. لكن مفيش مانع طبعا انك تستخدم بعض تقنيات الواقع الافتراضي لمدة قليلة في بعض الانشطة الترفيهية، لانها برضو بتقلل من الاختلاط مع الناس، وكمان مش هيبقى فيه رابط اجتماعي. وننتقل بقى لنقطة هل تقنية الواقع الافتراضي حلال ولا حرام؟ ولان الموضوع ده لسه جديد، فبحسب لجنة الفتوى في الازهر في تصريحات خاصة بيها بتقول ان اذا كان تقنية الواقع الافتراضي او العالم الافتراضي اللي انت بتشوفه او عايش فيه ده ما فيهوش مشاهد عري او محرمات فانها مباحة عادي زيه زي الفيسبوك واليوتيوب وغيره. اما اذا كان فيها مشاهد من المشاهد اللي بتغضب ربنا فطبعا هتكون محرمة. ودلوقتي بقى نيجي لنقطة مسلسل سيمبسون، وهل هو فعلا اتنبأ بظهور نظارات ابل الذكية قبل 8 سنين من اصدارها رسميا؟ واكيد طبعا سمعتوا عن المسلسل ده قبل كده وحصل حواليه جدل كتير. مثلا تنبؤ مشهور ان المسلسل اتنبأ بان ترامب هيكون رئيس امريكا، ويقال ان الحلقة ديت اتذاعت في عام 2000، وبعد 15 سنة اترشح ترامب للرئاسة وبقى رئيس امريكا ونزل من على السلم في الحقيقة بنفس الطريقة اللي ظهرت في المسلسل. لكن للأسف اغلب الناس بتشوف الصور ديت وبتنشرها فورا بدون ما تتأكد من التواريخ. وفي الحقيقة بقى ان الصورة المزعومة تم انتاجها من مسلسل سيمبسون في عام 2015 اصلا، وبتاريخ 7/8/2015 بعد ما ترشح اصلا ترامب للرئاسة ونزل من على السلم في الحقيقة. واغلب الاحداث التانية لو بحثت شوية هتلاقي في تفسير لكده. ومن اهم الاحداث التانية اللي زعم انه تنبأ بيها المسلسل الامريكي سيمبسون احداث 11 سبتمبر 2001 وانهيار الاقتصاد اليوناني، وكمان التنبؤ بظهور فيروس كورونا وتحطيم الغواصة تايتان لو فاكرينها، وكمان غيرها من الأحداث. لكن لو دورت على تفسير وركزت كمان على تاريخ الحلقات هتلاقي إنها مش تنبؤات ولا حاجة. طيب أكيد حد منكم دلوقتي هيسألني وهيقول لي يا أبو حميد طب إزاي مسلسل سيمبسون اتنبأ بظهور نظارات أبل الذكية قبل 8 سنين من إصدارها بشكل رسمي؟ في حلقة من المسلسل اتعرضت في عام 2016 بعنوان الأصدقاء والعائلة، ظهر بعض الشخصيات في المسلسل وهي بتستخدم نظارات أبل الذكية أو نظارات الواقع الافتراضي بشكل أصح، وبتشبه بشكل كبير جدا نظارات أبل فيجن برو، واللي هي أثارت حالة من الجدل بسبب التشابه ده، وتسببت في تساؤلات كتيرة جدا حول كيفية وقدرة كتاب سلسلة عائلة سيمبسون
في انهم يرسموا صور بالدقة للتكنولوجيا اللي جايه في المستقبل. لكن لما بحثت شوية لقيت ان تقنية الواقع الافتراضي اصلا قديمة جدا وظهرت في عام 1936، وفي العام ده كان في واحد اسمه جيرن سباك وعمل نظارات التلفزيون، وهو عبارة عن تلفزيون محمول تقدر ان انت تحطه في جيبك، وكمان كان بيشتغل بالبطاريات مع شاشة منفصلة لكل عين، وبيشبه الى حد كبير نظارات الواقع الافتراضي ثلاثية الابعاد اللي موجودة في زماننا الحالي. وقدم فعلا الجهاز بتاعه او الاختراع بتاعه ده في الوقت ده، وكان ليه تجربة على المجتمع اللي هو فيه وصفتها مجلة الحياة بانها احدى تجارب المريخ الجديدة. ما بالك بقى لو شافوا الاختراعات اللي احنا فيها دلوقتي. والنضارات ديت كمان ما كانش بيتجاوز وزنها ال 140 جرام، وعلى الرغم من بساطة الاختراع ده مقارنة باللي احنا وصلنا له دلوقتي، الا انه كان بيمثل شيء خرافي في الثلاثينيات، وهو بمثابة اصلا التفكير في تقنية الواقع الافتراضي واساس للي احنا وصلنا له دلوقتي. اذا هتلاقي اي حاجة بتزعم انها بتتنبأ بالمستقبل انها مجرد خرافات، وهيكون لها تفسير لو بحثت شوية، ولازم تبحث عشان تعرف الحقيقة. ولازم انت كمان كمسلم انك تعرف ان محدش بيعرف الغيب الا الله وحده لا شريك له. وبكده نكون ناقشنا بعض الاسئلة اللي كانت بتدور حوالين عقول بعض الناس، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو متنساش طبعا تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا اول باول. سلام.